السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم شيوات نيت. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم كيكة في المقلة ببيضة واحدة. كتجي واحد الكيكة رائعة وخفيفة بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. كتجي هشيشة ولذيذة بلا ما تسقيوها. كنتمنى تكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. ما تنساونيش بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، لأنها فعلا كتستحق التجربة وكتوجد في الحين. نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو بيضة واحدة، نضيفو ساشي بنكهة الفانيليا، رشة ملح، نصف كأس من السكر. دائما العبار بالكأس ديال العنبة. صافي كنخلط غير بالخلاط اليدوي، نخلط مزيان ونضيف نصف كأس من الزيت، ملعقة كبيرة من الكاكاو، يمكن لكم تعوضوها بساشي الكاكاو. نخلط الكاكاو مع الزيت. بعد ما خلط الكاكاو غادي نضيف نصف كأس من الحليب، نطربوهم مزيان ونضيفو النواشف. كأس ديال الدقيق اللي مغربل من قبل، خمارة من فئة 8 غرام. نضيفو الدقيق على دفوعات وحنا تنخلطو، ولا كان مازال خصها الدقيق نضيفو لها. بالنسبه لهاد الكيك اللي كيكون في المقله كيجي شويه خفيف على الكيك اللي كنحضره في الفرن. صافي انا ضفت كاس ديال الدقيق وبقى لي خليط خفيف، وضفت 2 معالق كبار. نخلطوهم مزيان ونضيفهم معلقه كبيره د الخل. نخلطوا الخل مع المكونات مزيان. بعد ما خلطتهم صافي هذا هو القوام ديالها. هنا خديت المقله اللي دهنتها بشويه الزبده. الا كانت المقله كتلصق من الاحسن انكم تستعملوا ورق الطبخ. غادي نفرغ الخليط. بالنسبه للمقله انا درت المقله كبيره شويه، جاتني الكيكه رقيقه. من الاحسن انكم تعملوا قياس اقل منه شويه. اهم حاجه انكم تغطيوها. صافي هنايا مباشره غادي نوضع المقله على النار كتكون مهيله ما تكونش مجهده، ونخليها 20 دقيقه. ما تخافوش واخا كتعريو المقله، لان الكيكه ما تتهبطش، العكس على ديال الفران. كنشوفوا غير كتبان لكم نشفات مباشره كنقلبوها بكيغدون او فرشيطه تتبان لكم نشفات. صافي الكيكه راه وجدات. من بعد كنحيدوهم فوق النار. الكيكه ما تتلصقش، تتحيد معنا بكل سهوله. غادي نقلبوها في صحن التقديم. كما كتشوفوا هاد الكيك ما كيجيش عالي بزاف. التزيين تيبقى اختياري. انا زينت بدانيت ديال الشوكولا اللي كان متوفر عندكم، يمكن لكم تزينوا به. بالنسبه للجوانب زينتها بشوكولات فيرميسيل. ممكن تزينوا بالقرقاع مهرمش او اللوز مهرمش. التزيين تيبقى اختياري واللي متوفر عندكم. انا عملت زين بسيط ببيضة واحدة وبدون فرن، مكونات اللي هي بسيطة، تنحصلوا على كيك اكثر من رائع. تيجي هشيش وخفيف، كتجي ما شاء الله غزالة وتتحضر بسرعة. كنتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم. الى عجبتكم الوصفة ما تنساونيش بلايك وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.